عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. بمناسبة الصبغة، لان انا اكتر واحدة في الدنيا صبغت شعري. ما تسألونيش من امتى، انا من زمان جدا جدا جدا، يعني اكتر من 15 سنة 16 سنة، وانا صغيرة قوي كمان كنت بصبغ شعري وبعمل حنة وحوارات. قبل ما تصبغي شعرك لازم تتأكدي من 4 حاجات وانت رايحة تصبغي شعرك، او تتأكدي من الصبغة اللي هتشتريها تحطيها على شعرك، عشان الحاجات دي ضرورية جدا. صراحة ما حدش هيقول لكم عليها، وكل واحد هيقول لكم اي كلام. اول حاجة، اوعي تعملي سحب لون من شعرك نهائي نهائي بجد. انت كده بتقولي لشعرك يلا يا حبيبي اتدمر واتكسر وقع وبوظ وكل الجو ده. لا، ما تعمليش سحب لون خالص. بتختاري الالوان القريبه ليكي. يعني انا بفتح شعري درجه واحده او درجتين في الصيف، وفي الشتاء بغمقه واخليه اسود. انا كنت بعمل كده. يعني دلوقتي هبطل الصبغه خالص، عايزه اريح شعري على قد ما يقدر فتره طويله جدا جدا جدا. ما تشوفوني المنظر ببهدل شويه، لان انا بدا شعري يطقطق ابيض بسبب الصبغه دي. بجد حاجات كويسه لازم تعرفوها عشان شعركم ما يبقاش زي شعري ويبقى في شعر ابيض كتير بسبب الصبغه. تالت حاجه ودي اهم حاجه، تكون خاليه من الامونيا. تعرفوا ازاي خاليه من الامونيا؟ لازم تقروا كده عليها، تكون خاليه من الامونيا. الامونيا بتدمر الشعر وبتوقع الشعر وبتضعف الشعر وبتنشف الشعر. انت هتفرحي بشعرك اول ساعتين او 3 ساعات، وبعد كده تلاقي شعرك بينشف وبيتكسر. رابع حاجه واخطرهم كده، تقري كده في المكونات زي الشطره الجميله، لازم تكون خاليه من بي دي، اخطر انواع المواد اللي بتدمر الشعر، لان الماده دي بتعمل تساقط للشعر على المدى القريب وكمان صلع على المدى البعيد. 4 حاجات لازم تكوني عارفاهم. فهستنيكي بقى في الفيديو الجاي. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. من الفيديو اللي جاي معلومات اكتر واكتر. فيلا حالا اقول لك باي باي، واشوفك على خير في الفيديو الجاي. باي باي.